حديث ذو شجون يا صاحبي. يقولون إن ملكا من ملوك الزمان يتحلم في الليل أن أسنانه تسقط كلها، وكل ما أصبح الصبح وإذا بأسنانه في لثته سليمة، وإذا نام في الليل تحلم بأن أسنانه تسقط كلها دفعة واحدة. ففسر الحلم عند أول مفسر فقال: يا سيدي إن أهلك كلهم سيموتون أمام عينيك. فقال: ويحك أتجرؤ على قول هذا؟ اسجنوه. فسجنوه. قال: إلي بمفسر آخر. فأتى المفسر الآخر قال: إني أرى في المنام أن أسناني تسقط كلها دفعة واحدة. قال: أهلك كلهم يموتون وأنت تراهم. قال: ويحك كيف تجرؤ على قولها؟ اسجنوه. إلي بمفسر ثالث. فلما جاء المفسر الثالث قال له: إني أرى في المنام أن أسناني تسقط كلها دفعة واحدة ويتكرر علي هذا الحلم. قال: أبشرك ببشارة. قال: بشر، فإني والله في حاجة البشارة. قال: أنت أطول أهلك عمرا يا سيدي. يا الله. فابتسم الرجل ثم قال: الحمد لله. والجواب واحد ولكن اختلف الأسلوب. أحيانا تحتاج إلى الأسلوب يا رجل، أحيانا تحتاج إلى أن تدخل السرور في قلوب الناس.